بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم. يوم أسأل مؤلرة ويوقع بوسر بوجري يقول الله مولاها مصر مخر هرا كردو هرا عربو والبوش هرا مهند وهرا شملو هر كان تاقل خيشة درشنا محمد يالخيشة درشنا خا تسوينا لا تشتلو شو بيرسن ولا شيء يالخيشة درشنا خا جروزي جورجيا حاول بأسرة تجاه شيء حز زنمة هو سنة تدريبات شنا قال هو بوخ عماد هو حشو جهاد شو سوقها قيسن شدو هم قشق وشتات جهاد هذا الحجر وشنا حيصير درغيتهم هاي خيط حجر محمد يبواس عمر يبواس حسن ملوكي أيد مر عبد الله أشرف شو مسر جابوا حجر هو كان تيجي قيسن شو بدأت سندي إيه خيط شنو إيه خيط حجر ديل لوم ديل يعني نحسبه والله حسيبه ديل لوم مش هتعلم ده شنو مدي هذا ومش مهم مهند هذا ويا أحكي من ما عندناش معد هذا أتى من جزيرة عربية محتلة يعني الله يحرمها الله يحررها يعني من اليهود الأمريكان المهم هذا إن شاء الله وش هو هذا حيخي مش ترى دين عامين كنت وهر ما شاء الله دين عام وش دال هو عام وش فيمن هو عام وش سنة عام وش حاولين ورضي الحمد لله يعني أنصار ومهاجرين وأهل البلاد يعني نقعد في سبيل الله إن شاء الله. فتكلم يا أخي انصح هذه الأمة انصح الأمة النائمة هذه في بلادي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد الخالة العزيزة أم عمر عائلة أخونا عمر الكريمة في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبشركم أن أخبار أبنائكم مجاهدين في شيشان طيبة، وأننا لا ننتظر إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة في سبيل الله عز وجل، التي هي أمنية كل مسلم يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. تلك الأمنية العظيمة لكل مسلم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من فضل الله عز وجل من الله علينا بالخروج الجهاد في سبيل الله عز وجل. والله لا نرجو من هذه الدنيا لا دنيا ولا مال ولا منظرة إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في خروجنا لله عز وجل. لا نرجو إلا نصرة هذا الدين، نصرة دين الله عز وجل. ربما تسمعون كلام الإرهاب والتطرف وكذا كذا، والله إننا ما فعلنا ولا قمنا إلا بما أمر به الله عز وجل في كتابه. فنحن خرجنا دفاعا عن دين الله عز وجل، دفاعا عن أعراض المسلمين، دفاعا عن بلاد المسلمين، ولإقامة شرع الله عز وجل. لا نرجو من أحد جهادا، لا نرجو من أحد جزاء ولا شكورا. ونقول لأم عمر: جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، جزاك الله خيرا أن أنجبتي مثل هذا الولد الذي والله لا نمدحه في وجهه، فجزاه الله خيرا، هو أسد من أسود الله عز وجل. جزاه الله خير، يخدم في مجال الجهاد ومجال الدعوة، ساعدنا كثيرا جزاه الله خير في الدعوة إلى الله عز وجل، وبدأ بفضل الله عز وجل ومنته يلقي دروس على الإخوة. نحسبه والله حسيبه من الذين نصروا دين الله عز وجل بسلاحهم وبلسانهم، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يثبته على هذا الطريق. ونوصيكم بتقوى الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل، رجالا ونساء كبارا وصغارا، فوالله إن هذه الدنيا فانية، وأنه سوف يأتي يوم وتكون لا شيء، تكون تحت هذا التراب. فنوصيكم برأس الأمر وعموده وهو الصلاة وما ملكت أيمانكم لا يفرط بها أحد. فوالله إن الموضوع خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين المرء والكفر ترك الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال الإمام أحمد وابن تيمية عليهم رحمة الله أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة لا حظ له في الإسلام، وأنه مرتد. فلذلك احرصوا بالله عليكم على قضية الصلاة، وربوا أبنائكم على حب الله وحب رسوله وعلى حب الجهاد والمجاهدين. فإنكم ترون ما تعانيه الأمة هذه الأيام من ذلة وانحطاط على كل المجالات.
الأراضي أخذت، النساء أخذت، الأعراض سبيت، المساجد أخذت. أعداء الله عز وجل في جزيرة العرب، أعداء الله في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، في قبردين، في داغستان، في كل مكان استولى أعداء الله عز وجل على الإسلام، حتى أن المرء أصبح لا يستطيع أن يجهر بدينه وأن يعلن أنه من جنود الله عز وجل. فلذلك الله بنصرة الجهاد والمجاهدين. كونوا في صف الجهاد والمجاهدين ولا تكونوا في صف النفاق والمنافقين، فوالله إن اليوم فسطاطين لا ثالث لهما، إما إيمان وجهاد وإما كفر وردة ونفاق. فكونوا مع أبنائكم جنود الله عز وجل، وكونوا مع المجاهدين تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. ولا يغرنكم ضعفهم في هذه الأيام، فوالله إن الله ناصر دينه ومظهر هذا الدين. الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في الختام نرجو منكم الدعاء، وأن لا تنسونا من دعائكم خصوصا في جوف الليل. وفي الختام أيضا نقول لأم عمر: جزاك الله خيرا أن أنجبت لنا مثل هذا الابن، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أخونا شامل، أخي محمد الآن ينظر لك وشوف كم واحد من محمد وأشرف وعبد الله وأيد مر وبهاء، مين كمان، وحسان وإيدي ومحمد الثاني حق صويريا، أدهم تبلات أيضا صاحبنا، وخير خير الله ولا خير، هذا كل إخوان، خير ولي، هذا كل إخوانك كل لا ولا جماعة. أدهم هروزي هروش، تعرف هذا الأخ؟ نعم، تذكرني في هذا شو اسمه حق مطار الملك علي الجمارك. نعم جمارك. نعم، جزاك الله خير، جزاك الله خير على ما قدمت لنا من خدمات، نسأل الله عز وجل يتقبل منك. وصراحة اسمك ما ذهب عن بالي، لأنني عندما سمعت أنك شيشاني، لأن كانت أمنيتي أني آتي للشيشان، ففرحت عندما قابلتك أنك شيشاني، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك القدوم إلى هنا. هذا الأخ كان حدثنا عنك، هذا أخونا مهند حدثنا عنك في الجمارك وما الجمارك، يتكلم كذا وطويل وكذا وكذا إلى آخره، أسمر كذا، أدهم ثوب تقول يرحم أمه كذا. هذا وجدت عندنا قرابتنا. فشامل، ايش تقول اخوي الذي ذكرتم؟ وفارس، والله نسيتك يا فارس، سامحنا. فارس وحازم وحمزه ومين كمان، والله كل يعني اللي نسيتهم، والله ما نسيتكم. أنا الحرب تنسي أبونا. والله ما نسيتكم يعني هكذا، والله يعني حتى اللغه العربيه نسيتها يرحم امكم. اللغه العربيه نسيتها، صار عندي خربطة، اللغة الروسية بالعربية بالشيشاني حمص، قلبي حمص عندي الوضع. المهم فتكلم يا أخوي كامل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إيش نتكلم؟ ما باقي شيء، كل شيء مهند تكلم، جزاه الله خير. نحن نقاتل إن شاء الله في سبيل الله في الشيشان، أخونا عمر معنا إن شاء الله يقاتل، ونحن ننتظركم إن شاء الله. أول شيء إن شاء الله لا تتركون سلامكم إن شاء الله، ونحن هنا ننتظركم. وأخونا دائما يقول محمد، أقول لك إن شاء الله أنت أيضا مثلي، وإن شاء الله سوف ننتظر سوف تأتي إن شاء الله أنت في سبيل الله، تخرج للجهاد في سبيل الله. وجزاك الله خير، لا تنسونا من دعائكم إن شاء الله. محمد شوف ترى مجهزين للخيمة هذه لمحمد، قل لي صور. محمد هذا مكان محمد خاص، هذا مكان نومنا يعني. هذا لك، فعلنا لك، تعال. إن شاء الله. المهم هذا رأيت الآن الإخوة نصور أخونا ياسر صحيح؟ نعم ياسر، الشباب كلهم. ياسر شوف تقوى. ليه المولى.